ماتت بسبب مرض الكورونا. وبعد يوم واحد من دفنها حارس المقابر بيتفاجئ بان القبر بتاعها مفتوح والجثة مرمية بره القبر ومحروقة. كانت جريمة فريدة من نوعها، كأنك بتتفرج على فيلم رعب بالظبط. وتبدأ حكايتنا سنة 2021 في مدينة حلوان، واللي كانت بتعيش فيها منى أحمد، وكان عندها 40 سنة وبتشتغل ممرضة في مستشفى حلوان العام. وكانت معروفة في وسط زمايلها انها طيبة جدا لدرجة ان هم لقبوها بالملاك. وفي التوقيت ده كان فيروس كورونا منتشر، والاجراءات الاحترازية بتتاخد بصورة شديدة جدا في كل اركان البلد، وبالاخص كان في المستشفيات. ومستشفى كبيرة زي حلوان العام كانت بتستقبل يوميا عدد كبير جدا من المصابين بفيروس كورونا، وبيحاولوا يعملوا معاهم الاجراءات ويقدموا لهم العلاج المناسب. وكانت منى من اصطف الممرضين والدكاترة اللي كانوا بيقدموا الخدمات دي للمصابين بكل نفس راضية. ويشاء ربنا ان منى تتصاب بنفس الفيروس وتظهر عليها الاعراض وتتعب تعب شديد. وكان واضح ان الاصابة جات لها من المستشفى بسبب استقبالها يوميا للحالات الكتيرة اللي كانت مصابة. وللأسف ما يعديش كام يوم وتتوفى منى، وينزل الخبر على زميلها في المستشفى كالصاعقة، ويتم استخراج تصريح الدفن، واهلها يجهزوها وياخدوها على مقابر عرب راشد بحلوان علشان يدفنوها هناك، مع طبعا مراعاة الاجراءات الاحترازية. ولغوا العزاء علشان الفيروس كان منتشر في الوقت ده. وتدفن منى وسط حزن شديد جدا من اهلها وزمايلها اللي ما كانوش مصدقين انها ماتت في يوم وليلة. والموضوع المفروض يكون انتهى على كده، منى ماتت وبعد كده اتدفنت وخلصت الحكاية. بس بعد يوم واحد من دفن منى حارس المقابر بيتفاجئ ان القبر بتاعها مفتوح، وبيبص لقى جثتها مرمية بره ومحروقة. فانصدم من المنظر البشع اللي هو شافه، وجري بسرعة على اسم حلوان علشان يبلغهم عن الواقعة. واتحركت معاه قوة من الاسم، وكان على رأسهم مقدم المباحث محمد السيسي. والخبر انتشر في البلد كلها لحد ما وصل لأهلها، وطبعا اتصدموا لما سمعوا الخبر وجريوا على المقابر علشان يتأكدوا. وهناك الشرطة بدأت تعاين المكان وتعاين الجثة في وسط حالة من الذهول، لأن المنظر كان بشع جدا وأول مرة يشوفوا واقعة زي كده. وبعد كده أخدوها على الطب الشرعي، واكتشفوا الكارثة والمفاجأة بعد ما طلع تقرير الطب الشرعي اللي أكد إن الجثة تعرضت للاعتداء قبل ما يتم إشعال النار فيها. وده زود غضب الناس في الشارع المصري، وتحولت لقضية رأي عام، والناس بدأت تطالب الحكومة بسرعة القبض على الجاني لبشاعة الجريمة، وإنها أول مرة تحصل في مجتمعنا. وده كان معناه كبير جدا، وإن في مجرم اتعدى على حرمة الميت ودخل وفتح القبر وطلع الجثة واعتدى عليها، وعلشان يخفي معالم الجريمة بتاعته ولع فيها النار. والمباحث بدأت تكثف تحرياتها، وجابت عدد كبير جدا من قرايب منى عشان يجمعوا منهم معلومات يقدروا يوصلوا من خلالها للي ارتكب الجريمة. وكانت الشكوك رايحة في البداية ناحية زمايل منى في المستشفى، وإنها ممكن تكون الجريمة بدافع الانتقام. بس للأسف الشرطة ما قدرتش توصل لحاجة، بالأخص إن سمعة منى كانت كويسة جدا في المستشفى، والكل أجمع إنها كانت إنسانة طيبة جدا وخدومة، وما كانش ليها أي عداوات مع حد. حتى المنطقة بتاعتها الكل أجمع إنها ست محترمة جدا، وبيشهدوا لها بالاحترام والأخلاق. وعلى مدار 15 يوم الشرطة ما قدرتش توصل لطرف خيط واحد يوصلهم للجاني، علشان كده بدأوا يفرغوا الكاميرات اللي موجودة بالقرب من مقابر عرب راشد. بس للأسف ما قدروش يوصلوا لأي حاجة، وبدأوا يكثفوا تحرياتهم حوالين التربي اللي اكتشف الجثة قدام القبر. والشهود أكدوا إن التربي استحالة يعمل جريمة زي دي، لأنه راجل متدين ومحترم وكلهم عارفينه. وتحصل المفاجأة مرة واحدة، وفي شاهد منهم يقع بلسانه بكلمة تكشف الجريمة كلها. قال إن التربي كان على خلاف مع زميل تربي تاني زيه اسمه مصطفى محمود، ومشهور بمصطفى بسبوسة. والشرطة استدعته فعلا وسألته عن خط سيره وقت ارتكاب الجريمة، علشان يقول لهم إن هو كان متعود يقعد على قهوة معينة، وفي اليوم ده كان قاعد فيها. في الوقت ده حبت المباحث إنها تتأكد من كل كلمة بيقولها، علشان كانوا شاكين فيه. ويبدأوا يفرغوا الكاميرات ويسألوا الناس اللي كانت موجودة في القهوة، ويتأكدوا إن هو ما راحش هناك اليوم ده. واستدعته الشرطة مرة تانية، بس في الوقت ده عملوا عليه لعبة عبقرية، وقالوا له ان هم فرغوا الكاميرات اللي كانت موجودة بالقرب من المقابر، وبينت ان هو دخل المقابر في الليلة دي، مع ان ده ما حصلش لان مفيش كاميرات بينته، بس دي كانت لعبة من عندهم علشان يوقعوه. وهنا مصطفى بدأ يترعش وبان عليه الارتباك، والمباحث بدأت تضغط عليه علشان يعترف. بس لحد اخر لحظة كان بينكر ان هو ملوش اي علاقة بالجريمة، بس بعد ضغط من الشرطة اعترف بكل شيء، وقال ان هو كان على خلاف مع مسؤول المقابر في المنطقة،
أو بالأخص الراجل اللي بيعين الحراس على المقابر، والخلاف ده كان بسبب أفعاله، علشان كده طرده وعين ترابي جديد. بس للأسف الموضوع معداش على مصطفى تعدية الكرام، وبدأ يحقد ويغل على التراب اللي خد مكانه، وقرر إنه يرسم خطة الشيطان نفسه بريء منها. وفي الليلة دي عرف مصطفى إن في جثة لوحدها هتدفن، علشان كده قرر إن هو يخرج الجثة من القبر ويسوق سمعة التربي، ويعرف الناس ويعرف المسؤولين إن في إهمال كبير جدا من ناحيته. وراح بالليل علشان ينفذ خطته، وكسر القفل بتاع القبر وخرج الجثة بره، وطبعا عمل ده بكل سهولة لأن دي مهنته. بس في الوقت ده نفس راودته إن هو يكشف على وش الجثة، فلقاها في حالتها الطبيعية وشكلها جميل جدا، فقرر يعتدي عليها. ولما انتهى ولع فيها النار علشان يخفي آثار الاعتداء، وبعدها ساب الجثة مكانها وهرب من المكان كله. وطبعا اعترافاته قدام النيابة خلتهم في حالة ذهول، لأنهم مقدروش يستوعبوا إنه ممكن إنسان طبيعي يعمل حاجة زي كده. علشان كده عرضوه على مصحة للأمراض النفسية والعقلية، اللي أثبتت إن مصطفى في كامل قواه العقلية، وإنه ارتكب ده بكامل إرادته. وبعد كده تم إحالته للمحاكمة، اللي قررت تطبق عليه أقصى عقوبة ممكنة، واتحكم عليه ب15 سنة سجن مع الأشغال الشقة، رغم ان كتير من الناس كانوا بيأيدوا ان هو كان لازم يتعدم. وفي الاخر سواء اتحكم عليه بالسجن او بالاعدام، فاكيد مش هيقدر يهرب من المحاكمة الالهية يوم القيامة لما يقف قدام ربنا ويتعاقب على الجرم البشع اللي هو عمله بانتهاك حرمة الميت. وربنا توعد للظالم يوم القيامة وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. صدق الله العظيم.